بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم حبايب قلبي في فيديو جديد على قناة ايمي بدر. نعمل البرجر ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة باذن الله كده، وبطعم روعة جدا. من افضل الوجبات المحببة للاطفال طبعا البرجر والبطاطس المحمرة. ونبدأ نسمي الله كده ونشوف المكونات بتاعتنا. نص كيلو من اللحمة المفرومة، معايا 3 بصلات وسط، وتوم حوالي 4 فصوص، وخلطة البرجر الجاهزة هاخد منها معلقة كبيرة واحدة بس. وطبعا هضيف كمان هحطها طبعا في الكبة هنا مع البصل والثوم، وضفت كمان بهارات لحمة، ملح، فلفل اسمر، وبابريكا. ضربتهم طبعا كويس في الكبة، وبعد كده بدأت ان انا اضيفهم على اللحمة عندي هنا كده. وهجيب كمان بيضة، هاخد البيض بتاعها بس. ممكن كمان نضيف البيضة كلها كاملة، ما فيهاش اي مشكلة. جربتها برضو كان طعمها روعة جدا. بمزج بقى الخليط كله كويس جدا كده في بعض لغاية اما اطمن انها كل المواد دخلت في بعضها. بس كده بدأت بقى ان انا جبت مكبس البرجر، وبدأت ان انا اقسم فيه اللحمة بتاعتي قطع كده زي ما احنا شايفين. طبعا بيكون حجم مناسب، ولا تخينة قوي ولا رفيعة. بسمك يعني هو سنتي بس مش اكتر من كده. بس خلصت الكمية بتاعتي طبعا، حطيتهم في طبق كده، وهبدأ ان انا احطهم في الفريزر لمدة ساعة كده ان شاء الله. قبل الغدا على طول نبدأ ان احنا نجهزها. هنا بقى جبت صينية تيفال، حطيت فيها 3 معالق كبار من الزيت، وسخنت جدا معايا. بدأت ان انا انزل بوحدات البرجر بتاعتي كده بالمنظر ده. طبعا كل ما بتسخن بتكون سخنة بيكون افضل. طبعا ما اقدرش اقلب البرجر بتاعتي الا لما اتاكد انها اخدت لون واستوت تماما. بصوا زي ما احنا شايفين كده بدايه اللون. بس كده اطمن ان هي استوت في الوش الاولاني، ببدا ان انا اقلبها واكمل التسويه بتاعتها كده بكل سهوله وجمال زي ما احنا شايفين كده. هنا بقى بحمر بطاطس كده علشان تبقى جنب البرجر معايا. وهبدا بقى ان انا اجهز السندوتشات بتاعتنا. طبعا عملت شويه كاتشب جمال كده حلوين بتوعنا اللي احنا عارفين الطريقه بتاعتهم خلاص. بدأت بقى ان انا هنا كمان جهزت الكابوتشا وقطعت الطماطم. وهبدأ بقى ان انا اجمع سندوتشات البرجر. طبعا كل واحد بقى على حسب ما بيحب يكون الساندوتش بتاعه بقى على مزاجه. يعني كل بقى واحد يحب يضيف حاجة يضيفها. هنا طبعا عملت ساندوتش بسيط خالص كده، كاتشب، طماطم، خس، وكمان البرجر، وحطيت طماطم تاني. وقلت بقى اللي عايز يضيف حاجة تاني يضيفها. هنا بقى طاسة البيض الجميلة دي، شفتوا الحركة دي؟ بس هنا بقى كده نورين حبت ان هي تعمل الساندوتش بتاعها. طبعا بتحب الكاتشب، بتعوم في الكاتشب. طبعا عامله الفيديو يعني علشان اهم حاجه هما ان هما يكونوا مبسوطين ويعملوا الساندوتش بتاعهم بمزاجهم وزي ما بيحبوا. هنا بقى دارين حبت تحط كده الكاتشب وبعد كده البيض. يعني مبسوطة قوي. بس جهزنا كده السندوتشات. وتولين طبعا حبيبتي برضو جمعت السندوتش بتاعها، بس مش عارفة اللقطة بتاعتها راحت فين. بس هنا بقى سندوتش تاني كده اهو، ببدأ ان انا اجمعه معاكم بقى. والمايونيز نحط بقى طبعا وجبة البرجر جميلة جدا وسهلة، ومن الوجبات اللي فعلا ما يتقالش عليها لأ. تنفع في الرحلات، في النوادي، اي خروجة بقى كده تحبوا تبسطوا بيها اولادكم. بس كده بكل بساطة نعملها لهم بطريقة صحية افضل طبعا من ان احنا نشتريها جاهزة. كده خلص معايا الفيديو. اتمنى ان الطريقة تكون عجبتكم. اتمنى لو اول مرة حضرتك تتابعي قناتي دعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.